لو انت زيرو انجلش وركز كويس قوي، زيرو انجلش دي يبقى الفيديو ده عشانك. احنا في عندنا نوعين من البيجنرز، ترو بيجنرز وفولس بيجنرز. مين دول؟ الترو بيجنر هو اللي ما عندوش معلومه اصلا، لا حافظ حروف ولا يعرف شكلها ولا حافظ كلمات ولا يعرف حاجه عن اللغه باي شكل. الفولس بيجنر ده اللي عنده معلومات بس مش عارف يوظفها. الاثنين لا يتساووا. معظم كورسات الانجليش او سنترز فور انجلش كورسز في مصر ما بتقبلش البيجنرز، لا بتقبل الترو بيجنر ولا بتقبل الفولس بيجنر، وبعضهم بيقبل الفولس بيجنر على مضض وهو متضايق يعني، وياخدوا يا نفع يعلموا يا ما نفعش. احنا بقى عملنا 2 دبلومز، واحده للترو بيجنرز وواحده للفولس بيجنرز. ايه دول بقى؟ الترو بيجنرز دبلومه دي بتبقى 3 شهور بناخد فيهم المبادئ والاساسيات التفاصيل. بنفصص الحروف والاصوات وازاي اعمل جمله بالراحه لحد ما اوصل للمرحله اللي تخليني ابقى بعرف اتكلم عن نفسي، وبعدها ببدا الكورس نفسه. طب الفولس بيجنر بناخده برضه في دبلوم التاسيس، بس دي تاسيس سبيكينج، بعلمه بقى ازاي يتكلم من البدايه، ازاي يكون جمل صح، يقدم نفسه، يتكلم عن الديلي روتين بتاعه، باسسه في المحادثه في دبلومه المبتدئين. يعني ايا كان مستواك، مهما كنت زيرو ومهما كنت بتعاني، هتلاقي عندي اللي يناسبك واللي انت محتاجه. كل اللي عليك هو انك تدوس على اللينك اللي على الفيديو، او تكلمنا على اي رقم من ارقامنا، او تتواصل تيجي لنا الفرع تنورنا، تواصل معانا باي شكل يعجبك. المهم انك توصل لنا وتكتب لنا حتى في الكومنتس ان انت مهتم بانك تكون معانا وانك تتعلم انجلش في 6 شهور وتتكلم بطلاقه، واحنا هنتواصل معاك في اسرع وقت. في انتظار.